أهلا بكم. أدلى كارلو أنشيلوتي بتصريحات مهمة جدا تجاه اللاعب المغربي إبراهيم دياز، وذلك بعد المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد ب3 أهداف مقابل 0 أمام نادي بلد الوليد في الدورة الثانية من الدوري الإسباني. ولكن قبل البدء، إذا كنتم تحبون إبراهيم دياز قوموا بالضغط على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن اللاعب المغربي إبراهيم دياز قطعة أساسية في الفريق، وأنه أدرك الأمر بعد نهاية مباراة الأمس التي كان فيها النادي يعاني كثيرا قبل دخول إبراهيم دياز، ولكن فور دخوله إلى المباراة في الشوط الثاني قد تغير كل شيء، وأصبح ريال مدريد يلعب بشكل جيد. هذا ما تؤكده الأرقام، حيث تمكن إبراهيم دياز من تسجيل الهدف الأول له والثاني لريال مدريد، وقام بصناعة الهدف الثالث للنجم البرازيلي الصاعد إندريك. وأكمل كارلو أنشيلوتي تصريحاته وأكد أنه كان من الخطأ عدم البدء بإبراهيم دياز في المباراة السابقة وأيضا في المباراة الأولى في الدوري، وهذا ما سيحاول إصلاحه في الجولة القادمة أمام لاس بالماس. كما أكدت العديد من الصحف صباح اليوم أن إبراهيم دياز سيكون في التشكيلة الأساسية في المباراة القادمة مكان البرازيلي رودريغو الذي تراجع مستواه كثيرا، خصوصا في المكان الجديد الذي يطلب منه اللعب فيه، وهو الجهة اليمنى التي يتقن إبراهيم دياز لعبها. وبهذا يكون إبراهيم دياز قد ضمن مكانا أساسيا ضمن فريق كارلو أنشيلوتي، ويصبح رقما صعبا في هجوم ريال مدريد، مشكلا لثلاثية هجومية خطيرة تتكون من كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور البرازيلي وإبراهيم دياز المغربي. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. إذا كنتم تحبون إبراهيم دياز وآخر أخبار اللاعبين المغاربة، لا تنسوا الضغط على زر اللايك واشتركوا في القناة، وإلى اللقاء.